اسهل طريقتين هتعملي بيهم الفطير المشلتت من غير ما نمسك نشابه تماما في ايدينا ولا نعمل طبقات ولا نلف ولا اي حاجه. قد ايه اللهم بارك، انا هصور معاكم النتيجه وهو لسه خارج من الفرن سخن مولع. ما شاء الله طري جدا ومورق كده وخطير. عايزه اقول لكم طريقه الفرد دي شفتها كتير جدا مع سلفتي بتعملها وقررت ان انا هقلدها بقى، ما عنديش حل تاني. حقيقي كانت بتعجبني قوي بس كنت بقول مستحيل هعرف اعمل زيها. ولكن يا بنات طلعت سهلة جدا جدا جدا. شايفين جمال الفطير البيتي؟ حاجة كده قمر. يلا كده سريعا نقول بسم الله. أول حاجة هتجيبي بولة تنزلي فيها بثلاث كوبايات من المية الدافية، والكوباية المية هتكون ناقصة عقلة صباعك الصغيرة. بعد كده هننزل بثلاث معالق كبار من السكر، عليهم كمان معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام زي الفل. وهنقلب كل الميكس ده كويس جدا لحد السكر يعني ما يدوب معانا كده شوية. بعد كده هننزل ببركة الدقيق، والنهاردة هعمل كيلو من الدقيق ما شاء الله. نزلنا بيه كله كده مرة واحدة. وهنبدأ كده نشتغل من النص، يعني تحطي ايديكي كده في نص البولة وتقولي بسم الله، وتبدأي ان انت تلفي كده داير ما يدور لحد المية دي ما تغلي في الدقيق كده وتتشرب الدقيق كله. النهاردة برضو مش هخليكي خدي بالك تعجني كتير، وممكن طبعا لو عندك عجان تريحي نفسك، ولكن احنا النهارده هنعمله يدوي. تمام. وطبعا عندنا في الصعيد ما شاء الله مش بيعملوا كيلو. كيلو ده بالنسبه لهم ان انت تخمري عليه حاجه، يعني حاجه كده كوبايه دي بالنسبه لهم. خلاص هعجنها كده دقيقتين تلاتة، وبعد كده هسيبها ترتاح شوية. هغطيها بأي كيس بلاستيك وهسيبها كده مع نفسها لمدة مثلا 15 دقايق كده، سيبيها شوية. هترجعي هتلاقي ما شاء الله الدقيق معاكي نشط جدا، والعجينة كده تحسيها اتعجنت لوحدها. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزيت علشان يقولي كمان عرق الدقيق اللي انا مستخدماه، وكمان يسهلوا عليا كده العجين. هغلف الزيت بالعجين، وبعد كده ناخدها على الرخامة ونعمل الحركة الرخمة اللي انتوا شايفينها دي. ايد تسلم ايد بالشكل ده لحد ما تتشرب الزيت معانا تماما. بعد كده نبدأ نعمل الحركة دي، والحركة دي بتنشط جدا جدا الجلوتين اللي موجود في الدقيق، وبتخلي للدقيق بتاعك او العجينة عرق يا بنات كده خطير. وطول ما انت شغالة اول ما تسمعي صوت فقاقيع الهواء اعرفي كده ان العجينة خلاص اتختمت وخلصت معاكي. دهنت ايدي في الاخر دهنة زيت بسيطة علشان الم بها العجين، وشايفين بلالين الهواء؟ مش وقت لعبة خالص دلوقتي. المهم نجيب بقى صينية ونبدأ ندهنها دهنة كده من الزيت، ونقطع كيلو الدقيق ده ما شاء الله لثلاث فطاير. قطعته كده ثلاث كويرات وبقطفه كده بالشكل ده عشان العجينة تكون مختومة من تحت. زي الفل زي الفل. بعد كده هندهن برضو العجين كده من فوق دهنة حلوة كده من الزيت، وبعد كده هغطيه وهسيبه كده على الرخامة. احنا دلوقتي في الشتاء مش لازم خالص ندخل تلاجة، هسيبه كده يريح على الرخامة لمدة ربع ساعة. النهاردة الخطوات كلها سريعة، يعني لو خلاص باقي ساعتين، ساعة ساعتين على الغدا هتعمليه. بعد ما عدى الربع ساعة جبت بقى صينية الأكل. هما بيعملوا على صينية الألمونيوم وتحسي ملهاش حافة زي الصينية دي، ولكن مش مشكلة. أول حاجة جبت كده الصينية دهنتها دهنة من الزيت، وجنبي يا بنات نص كوباية من السمنة على نص كوباية من الزبدة، أو تلات أرباع كوباية سمنة على ربع من الزيت اللي عندك اشتغلي بيه. دي أول طريقة لتقطيع أو تشكيل الفطير، سهلة جدا جدا. بعد ما فردت كرة العجين بالشكل ده هقطعهم شرايح طولية، بس هخلي واحدة منهم عريضة جدا وده هيكون الغلاف. بعد كده هحط عليهم لكل واحدة فيهم كده معلقة كبيرة من المادة الدهنية اللي انت هتشتغلي بيها. وبعد كده بلفها رول بالشكل ده. بصوا انا بشد ازاي، بقفلها عليها كأنها جراب بالظبط علشان العجينة الاولانية تبقى جوه العجينة التانية بالظبط. شايفين بفرد ازاي بتتفرد، والعجينة حرفيا بتكون شفافة من غير نشابة، من غير ما نبهدل الدنيا حوالينا. بس لما نيجي نحطها جوه الكرة التانية نحطها بقى على القفلة. هوريها لكم دلوقتي. بصوا انا اهو بلف رول، شايفين الجوانب بتاعت العجينة اهي؟ الجوانب دي بقى هخليها بالعرض في الفطيرة اللي جنبها. بصوا اهي بالظبط كده. ودي برضو هفردها كده شوية اعرضها علشان ده هيكون الجراب بتاعنا. كنت هقفل الجوانب، بعد كده قلت لا نقفل بيها افضل. خليتها كده في النص، وبعد كده بشد العجينة وبفرد معاكم بالشكل ده. بتتفرد ما شاء الله، وكده الفطيرة خلصت. مش باقي غير ان احنا نفردها ونسويها في اسهل من كده.
ردي عليا. والله ما في. حطيتها كده في الصاج، يا دوبك كده دبيتها دبه بسيطه، احط لها برضو شويه كده من السمنه فوقيها، وبعد كده هغطيها وادخلها التلاجة برضو ربع ساعة، وبعد كده هنسوي. اسهل طريقة حرفيا. نيجي بقى لطريقة سلفتي الجمر، اللي انا ليا من ساعة ما اتجوزت وانا عمالة اشوفها تعملها، اقول مستحيل هعرف اعملها. النهاردة اتحديت نفسي وعملتها. جبت جنب المادة الدهنية زي ما انتوا شايفين، هكرر عليكم تاني، يا اما 3/4 كوباية من السمنة عليهم ربع كوباية من الزيت، يا اما نص سمنة ونص زيت، نص سمنة ونص زبدة. خلاص. فردت العجينة، وبعد كده بدهن ايدي بالمادة الدهنية وابدأ اهوي فيها واشدها كده لبره. حد هيقول لي صعبة، هقول لك ان دي اول مرة بعملها. انا ليا كتير بشوفهم بيعملوها، وكنت بقول مستحيل هعملها دي ازاي اصلا، وهتتقطع مني وعمرها ما هتتفرد معايا بالشكل ده. ولكن يا بنات جربي بجد، جربي اي حاجة حاساها صعبة، لا جربيها. تحفة جدا جدا. وقد ايه يعني طبقات الفطيرة من جوه بتكون شفافة حرفيا، وبتكون طرية وحلوة قوي. داير ما يدور بقى. والافضل هم بيحطوا زي طبلية، وبيحطوا طشت الالومنيوم الكبير او الصينية الالومنيوم الكبيرة، ما بيكونش ليها حافة زي الصينية اللي انا بشتغل عليها دي. فلو عندك الصينية الالومنيوم هتكون حلوة جدا. بعد ما شديت كل الاطراف، هوريها لك برضو عن قرب عشان تفهميها اكتر. هبدأ بقى اتني الجوانب عليها بالشكل ده، وارش برضو من المادة الدهنية بتاعتي، وبعد كده برضو اطبق عليها الجوانب اللي هي قدام وورا دي، وافرد. اهم حاجة برضو الاطراف ما تكونش تخينة معايا. هنا نسيت ارش مادة دهنية، رشيت اهو تاني، وهطبق دي كده خلاص. وبس كده بلفها على نفسها زي الظرف او البقجة، وخلاص كده ببدأ احطها في الصينية بتاعتها. الصينية هتكون مدهونة اي مادة دهنية ما عدا الزيت. تمام زي الفل. ظبطتها، وشايفين فقاقيع الهواء اللي جواها دي، حافظي عليها بقى لحد ما نسويها. هنيجي بقى للتانية. اهي واحدة كده عن قريب، جبت كرة العجينة ودهن ايدي بدهنة مادة دهن اللي انا بشتغل بيها. الصينية بقى يفضل ندهنها زيت علشان ما تلزقش العجينة فيها، لان السمنة ممكن تبرد معاكي في الجو الشتا ده، فتلاقي العجينة اتقطعت او مسكت في الصينية دي. تمام. فاعمليها بالزيت افضل. وبعد كده بدهن ايدي وابدأ اشد كده لبره، مفيش اسهل من كده. وايدي برضو مدهونة، ابدأ بقى اخفف وارقق كده الاطراف اللي طالعة من الصينية. شايفين انا بدهن ايدي اهو، وببدا اشد، بتتشد معايا حلو جدا. طب ده اساسه ايه؟ هل نوع الدقيق حلو او كده؟ اللي انا مستخدماه نوع وسطي جدا، ومش احلى حاجه ولا اوحش حاجه. ولكن يا بنات العجينه اتعجنت صح. بس عايزه تاكلي حته فطير حلوه، اعجني العجينه صح. طب دي هنا اتقطعت معانا، ولا كاننا شايفينها كده كده، كل ده هيتقفل عليه. بعد ما شديتها كلها ورققت الجوانب، شايفين الهواء اللي طالع هنا بقى؟ صورت لكم مقطع عن قريب اهو. بيجيبوا حاجة كده زي الماجور أو الطشت، ويحطوه مقلوب كده على الأرض، ويحطوا فوق الصينية برضو مقلوبة، ويبدأوا يشدوا كده عليها. طبعا البلاستيك العجينه لازقه فيه، فلما تكون صينيه الومنيوم هتكون معاكي خطيره، وهشتري صينيه الومنيوم مخصوص عشان الفطير الصراحه. بصوا كده خلاص. وبعد كده ببدا بقى ارقق كل الاطراف اللي نازله كده من الفطيره، وبعد كده بنحط الماده الدهنيه كده في النص، ونبدا نقفلها زي ما عملنا على الرخامه بالظبط. بس انا كان لازم اوضح لكم الطريقه، حتى لو هلبس عشانكم مخصوص والله، النقاب والاسدال والليله الكبيره دي. حطيت الماده الدهنيه بتاعتي في النص اهو، وبعد كده بقفل وارش كمان ماده دهنيه. طب الماده الدهنيه دي امل كتيره، هقول لك اي حاجه هتتصفى وهتبقى في الصينيه ابقي صفيها. مش هتروح في اي مكان تاني يعني، ما تقلقيش. بس المادة الدهنية لازم علشان طبقات العجين يا بنات ما تلزقش في بعضها. وكده خلاص ربعت العجينة بتاعتي واحطها كده في الصينية مربعة. وبعد كده الإسدال اللي محيرني ده، أبدأ ألف الجوانب بس، مش هلف الفطيرة كلها. واحط لها برضو كده سمنة من فوق، وخلاص كده هغطيها بالكيس تريح لها كمان ربع ساعة. بعد ما عدى الربع ساعة هنجيب أول واحدة احنا عملناها، ونبدأ بعد كده ندهن ايدينا برضو، ونبدأ نفردها بقى في الصينية. وعايزاكي تحافظي على فقاقيع الهواء اللي موجودة، عشان ده هواء جوه الفطيرة نفسها، فهو ده اللي هيساعد الفطيرة تتنفخ جوه الفرن. حلو كده حلو كده. ببدأ افرد بقى من فين؟ من النص لبره، من النص لبره، علشان ما تبقاش اطرافها خفيفة فتنشف وتتحروق معاكي، ويكون الوسط بتاعها تخين. تمام. لحد ما نملى بيها الصينية كلها. مقاس الصينية انا استخدمت الصواني اللي هي بتاعت البسبوسة تقريبا كل المقاسات. وعايزة اقول لكم ان الموضوع كبر بقى في دماغي، فقمت خبزة كيلو كمان ما شاء الله. يعني قلنا النهاردة بدل ما نعمل عدس، لا الفطير بقى هيكون الغدا بتاعنا النهاردة. شايفين فقاقيع الهواء ما شاء الله؟ مليت بيها بقى كل الصينية بالشكل ده. وكده خلاص. في واحدة بقى الأخيرة دي اللي أنا كنت مقطعاها معاكم شرايح بقى، دي اللي هي كانت التقطيعة الأولى.
تمام. الفردة الأولى اللي هي سهلة جدا خالص دي عملتها كده في الصاج، وبعد كده بدهن وشهم بالسمنة وبدخلهم. هتسيبي الصاج بتاع الفرن وتدخليهم على أول رف في الفرن بعد ما تكوني مسخناه كويس جدا 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 قبلها. هيخشوا على أول رف في الفرن، ياخدوا بالظبط معاكي من 13 دقيقة ل 15 دقيقة بالكتير. أول ما يبدأوا ينفخوا زي ما هتشوفوا معايا كده دلوقتي، ترفعي كده سن الفطيرة تلاقيها احمرت من تحت، على طول هقوم شايله الرف كله بالشبكه تحت الشوايه على طول، علشان انا مش عايزاه ياخد وقت، علشان يطلع معايا طري وما ينشفش. سبته تحت الشوايه يا بنات على طول، اخد بالظبط دقيقه دقيقتين تحت الشوايه وقمت مطلعاه. ودي كانت اول بركه طلعت معايا. اول ما طلعت على طول كده هبدا اغطيها بنفس الكيس اللي كان عليها قبل ما تدخل. تمام. بس كده ليه؟ علشان ترد كده من البخار وتطرى معايا. ودي بقى التانية ارتاحت طبعا اكتر، فكانت اجمل. دي اللي احنا فردناها على الصينية قدامكم في النص المطبخ كده، كانت خطيرة لان اتفردت احلى بكتير بصراحة من الاولانية. بصوا بقى جمال الفطير، والله العظيم لو قعدت عمري على عمري ما كنت هفكر اعمل الطريقة دي، لان هم دايما يتحايلوا عليا اعمليها، والله سهلة، وجرب اقول لهم لا مستحيل هتتفرد كده اصلا، فبخاف ابوظ حاجة عند حد. بصوا بقى التركة دي، والفطير كده في الفرن قبل ما تحطيه تحت الشوايه خدي من السمنه اللي نزلت منه وادهني الوش بتاعه. ليه؟ علشان ما يجيلكيش ملطش حته متحمره قوي وحته بيضه، لا يجيلك كده اللون الذهبي الموحد اللي بيلمع الخطير اللي انتوا شفتوه. ودي واحده صغنطوطه قمت جايبه سلمه قلت لها بت ترزعي هنا، بت تعالي هنا جنبي عجيني اعملي لي دي. عملتها كده والله طلعت سكرايه خالص. دي بقى بعد ما طلعناها من الفرن على طول باخد برضو من السمنه اللي في الصاج وبدهن بيه الوش على طول وبغطيه بالكيس بتاعه. هناكل جنبها ايه بقى؟ شويه عسل كده بطحينه، اعملي الحركه دي بتدي شكل حلو قوي. حطينا العسل والطحينه وداير ميدورات كده لحد ما تدينا الحلزون على وش العسل كده، وبيكون شكلها حلو جدا في التقديم. وجبنا ملحه بقى، المش بقى وما ادراكي في الاملاح اللي احنا فيها دي. وكده خلاص بعد ما عدى عليهم بالظبط 10 دقايق كنت عملت ما شاء الله كل الكميه. انا بدخل صينيتين مع صينيتين ما شاء الله مع بعض، ودي كانت النتيجه. اللهم بارك. لو انا فكرت اعملها كنت هقول لا مش هعرف، ولكن كان لازم ان انا جازف. انا كنت هعمل معاكم في اول الفيديو اول تقطيعه بس، بعد كده قلت ما تجربي. بصوا لي بقى على توريقات الفطير، حرفيا كانك جايباه من مخبز جاهز او من فطاطري جاهز. تحفه جدا جدا يا بنات، لازم تجربوه. يعني لو هتكلم على طراوته طريقه خطيره بجد. واحلى ما فيها ما فيهاش خطوات كتير، اللي هو كله ورا بعضه ما فيش. يعني هي بس العجن اللي احنا لازم بصراحه نعجنه كويس، ولكن كتريح وتسويه لا مفيش اسهل من كده، لازم تجربوها. وبكده خلاص الفيديو خلص، مع السلامه.